السلام عليكم. وبدون إطالة نحاول نقدم لكم بعض النصائح ربما تساعدكم في لقاء الشفوي إن شاء الله. مثلا الهندام من الأحسن تلبسوا اللباس الكلاسيكي لأنه لباس لائق بالمناسبة. تدي الوثائق نتاعك الاستدعاء وهو بطاقة الهوية. تدخل بابتسامة التحية، تقدم نفسك بكل هدوء، تقدم الوثائق نتاعك. لما تجلس وتبدأ في الأسئلة حاول كيفاش ما ترفعش يديك، يعني تستعمل يديك أثناء الإجابة وما ترفعش صوتك. وإلا ما عرفت السؤال حاول تخمم وحاول كيفاش تراوخهم بكل لباقة. مثلا يسألوك على طفل ما يقراش، ما تقولش التلميذ الضعيف، قول تلميذ متعسر أو متعثر، يعني عنده عسر في الفهم. وإذا قالوا لك كيفاش تتصرف مع تلميذ مشاغب، احذف كلمة الضرب، استعمل أساليب أخرى. وماذا بكم إذا كنت مثلا تقدم في اللغة العربية تكلم باللغة الفصحى، ولا داعي للارتباك فإنهم بشر.